اليهود. استمر الاحتلال البريطاني لفلسطين قرابة ثلث قرن، ومع كل ما قدمه البريطانيون لليهود من تسهيلات لتملك الأراضي سواء ببيعها أو تقديمها كهدايا والتضييق الفلسطينيين حتى يتخلوا عن أراضيهم، لم يتمكن اليهود من حيازة أكثر من 6.6% من إجمالي مساحة فلسطين، وذلك بفضل نضال الشعب الفلسطيني وجهادهم. في يوم 29 نوفمبر 1947 أصدرت الأمم المتحدة قراراً بتقسيم فلسطين، وكان التقسيم على الوجه التالي: القسم الأول دولة عربية تشكل 43% من إجمالي المساحة. القسم الثاني دولة يهودية تشكل 57% من إجمالي المساحة. القسم الثالث القدس وبيت لحم وهي تحت وصاية دولية. فلما أوفى البريطانيون وعدهم لليهود تم إعلان انتهاء الاحتلال البريطاني، وكذلك تم إعلان قيام ما يسمى بدولة إسرائيل. 57% لم تكن كافية لإشباع النهم الاستيطاني الصهيوني، ولذلك استمر الصهاينة بالتوسع والتمدد حتى تمكنوا من احتلال أكثر من 80% من إجمالي المساحة. كان هذا التوسع والتمدد على أشلاء وجماجم الشهداء الفلسطينيين، ولذلك ارتكب الصهاينة أكثر من 34 مجزرة موثقة ومؤرخة. وبفعل هذه المجازر الإرهابية الصهيونية تم تفريغ البلاد من سكانها الأصليين، فعدد اللاجئين اليوم أكثر من 14 مليون لاجئ فلسطيني بحسب الإحصاءات الفلسطينية، وبحسب إحصاءات الأمم المتحدة أكثر من 5 ملايين لاجئ. فهل يعقل أن هؤلاء باعوا أرضهم ليضرب عليهم التيه في الأرض حتى يسكنوا المخيمات؟ إذا كانت هذه الأراضي قد بيعت، لماذا يضطر الصهاينة للقتل والتشريد والتدمير؟ هذه الأكذوبة والفرية العظيمة صنعها الصهاينة لإيجاد مبرر لوجودهم في هذه الأرض المباركة، وكذلك يرددها ويروجها صهاينة العرب ليتخلوا عن مسؤولية تحريرها وليقتلوا كل تعاطف وتأييد لهذه القضية.